عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بيكم في قناتي سهر ستايل. النهارده راجعه لكم بفيديو جديد. هنعمل مع بعض حامل التوابل ده، شكله حلو قوي ومتين يعني يستحمل. ان شاء الله يعجبكم والفيديو يكون سهل عليكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ويلا نبدا. اول حاجه هنجيب 4 قطع كرتون مقاس 34 في 13 سم. دي الارفف بتاعه القطعه بتاعتنا. هنلزق كل اتنين مع بعض بالغرة، غرة خشب مخففينها بميه. نحط على واحده منهم كده ونلزق التانية عليها. لو الكرتونة بتاعتك ضعيفة ممكن تخليهم 3 قطع كرتون بدل الاتنين يعني. بس كده انا لزقت كل اتنين مع بعض عشان يبقوا الرفين. هجيب كمان قطعتين كرتون مقاس 7 في 32 سنتي، وهجيب ورقة، اي ورقة عندك، واتنيها 4 كده، وابدأ اعمل فيها زي قوس كده صغير، يعني اعمل المنظر كده من تحت يعني. هعمله كده بسيط يعني، وبعدين اقصه بالمقص علشان يعمل معايا الزجزاج كده يكون متساوي. لما افرد الورقة الاقيها معايا بالشكل ده. هحطها على الكرتونة بتاعتي وابدأ احدد اماكن الاقواس اللي انا عملتها دي علشان تعمل منظر كده في الشكل من تحت يعني. واقص الاقواس اللي انا عملتها من تحت دي، الزجزاج ده اقصه بالقطر، يعني انا بقص بالقطر. هعمل في الاتنين كده قطعتين الكرتون بتوعنا، هعملهم بالشكل ده، وبعدين احط فوقهم الغرة والزقهم في بعض، ده عشان يبقى الجزء اللي هنعلق عليه الكوبايات. بعد كده هجيب بقى قطعتين كرتون مقاس 45 في 15. دي الجوانب بتاعه الحامل بتاعنا. برضو جبت كوبايه كده وبدات اعمل فيه زي اقواس كده من فوق، اعمل له منظر. هعمله من فوق ومن تحت. لو انتي مش هتعلقيه على الحيطه وعايزه تحطيه على الرخامه بتاعتك مثلا، يبقى اعمليه من فوق بس، ما تعمليش الجزء اللي تحت ده عشان يبقى متساوي ويثبت معاكي. بس كده انا عملت الزجزاج ده وقصيته. هجيب بقى قطعتين الكرتون بتوع الرف اللي انا عملتهم من شويه معاكم دوت، وابدا احدد اماكنهم والزقهم بالشمع على قطع بتاعه الجوانب. اول واحد هلزقه على بعد 7 سنتي من الطرف التحتاني عشان اسيب المساحه ال7 سنتي دي اللي هي الجزء اللي هعلق فيه الكوبايات. والرف التاني هلزقه من فوق، انا عاملاه على بعد حوالي 15 سنتي من الطرف اللي فوق كده بالشكل ده. هلزقهم بالشمع. ما تقلقيش، احنا لسه هنثبته يعني، هو كده مش ثابت خالص، احنا هنثبته لسه وهنعمل فيه حاجات كتير. بعد كده هاجي من فوق واحط برضو شمع من فوق على الرفين كده من فوق، واجيب قطعة الكرتون التانية بتاعت الجوانب والزقها برضو من فوق علشان ابقى كملت الجنبين بتوع الحامل بتاعنا. واجي على حوالين الرف بتاعي وهغرقه كده بالغرة علشان الغرة تدخل في تفاصيل الكرتونة وتثبت الرف احسن من كل الجوانب كده. حاولي يعني تحطي غرة براحتك يعني، لان الغرة بصراحة مفيدة. هاجي بقى على الجوانب اللي انا عملتها دي وهلزق فوق كل حتة منها قطعتين كرتون فوق بعض. احط غيرة كتير كده، الغيرة بتنشفها وبتديلها متانة. احط غيرة كتير كده، وبعدين احط قطعة كرتون طبعا عاملة فيها نفس الاقواس اللي انا عاملاها في القطعة اللي تحت كده، واحط غيرة تاني وقطعة كرتون تاني فوقها، بحيث ان انا اخلي متانة الجنب مش قطعة كرتون واحدة، لا 3، بس في نفس الوقت تبقى قطعة الكرتون اللي انا بحطها دي بتسند الارفف. وكذلك هاجي على الجزء اللي في النص ده برضو احط غيرة واحط قطعة كرتون وفوقهم غيرة تاني وقطعة كرتون كمان، وفي كل الاجزاء بتاعة الجنب دي هعملها كده. اجيب 4 قطع كرتون مقاس 5 في 30، دي اللي هي الجزء اللي قدام من الرف، يعني اللي بيحمي الرف من قدام كده عشان مفيش مثلا برطمانات ولا حاجة تقع. هلزق كل اتنين مع بعض بالغيرة. دي قطعة يعني حاجات بسيطة كده بس عشان تسند بس البرطمانات من قدام. هلزق كل اتنين مع بعض بالغيرة بالشكل ده. هيبقوا معايا 2 كده لكل رف واحدة. بعد كده هجيب قطعتين كرتون مقاس 7 في 30 واعمل فيهم فتحتين كده من الجوانب. انا جبت غطا بتاع ازازة كده وحددته يبقى شكل دايرة كده من الجنب ده ومن الجنب التاني. ده الجزء اللي هنعلق منه القطعة بتاعتنا اللي هي هتبقى في الظهر. هتشوفوا مكانها هنعلقها ازاي بعد كده. هعمل في القطعتين بالشكل ده والزقهم برضو مع بعض بالغرة.
القطعة دي بالذات لازم نهتم بيها، الحتة دي بالذات لازم نهتم بيها على صغرها، بس هي اهم حتة بالذات في القطعة كلها، لان دي هي اللي هنعلق منها، فلازم تبقى متينة ولازم تتحمل. لو الكرتونة بتاعتك ضعيفة حطي كمان قطعة كرتون فوقها، او حطي يعني خليهم 3 او خليهم 4، المهم ان انت تخليها متينة. بعد كده بقى هجيب القطع الصغننة دي والزقها قدام الرف من قدام بالشمع. هحدد مكانها كده واظبطها الاول، هظبط اماكنهم كلهم، وكذلك القطعة التانية بتاعت الرف اللي فوق برضه هحطها كده. هيبقى شكلهم معايا كده. هشيلها بقى واحط عليها شمع والزقها مكانها تاني. وكمان ده الجزء اللي عملناه في الاول خالص اللي هو بتاع الكوبايات، انا بوريكم مكانه بس، وبعد كده انا هلزقه بالشمع. ده الجزء اللي بقولكوا عليه مهم جدا، هنلزقه في الظهر علشان هنعلق منه. اهو انا كده بظبط مكانه برضو عشان اتاكد ان اصلا مقاسه مظبوط وان هو مظبوط في مكانه وكده. هيبقى معايا اهو كده. انا خلاص حددت مكانهم كلهم والزقهم انا بقى مع نفسي كده بالشمع. تمام، انا كده لزقتهم كلهم. لزقنا برضو بالشمع. الشمع مش كفايه، الشمع بيخلينا نثبت الحاجه في مكانها بس. دلوقتي احنا هنجيب ورق الكرافت او ورق جرايد او اي ورق خفيف عندنا، هنلزقه على الجوانب بالغيره. الخطوه دي بقى واحنا بنعملها لازم ندخل الغيره في كل تفاصيل الكرتونه، يعني تحطي غيره كده كتير علشان تخلي كرتونه ناشفه وتدخل في تفاصيل الكرتونه، يبقى كانك لازقه كل الاجزاء بالغيره مش بالشمع. لكن الشمع بينفعنا انه بيثبت القطعه في مكانها بسرعه، لان الغيره لو حطيتيها عشان تخلي القطعه تثبت في مكانها هتلاقيها اتحركت، مش هتلاقيها فضلت ثابته في نفس المكان اللي انت حطيتيها فيه. فاحنا هنحط غيره كتير واحنا بنعمل الكرافت كده عشان يدخل في كل التفاصيل بتاعه الكرتونه. انا بحاول اوريكم كل التفاصيل يعني، فشوفوا لو الفيديو طويل عليكم بقولوا لي برده وانا ارجع اقصره تاني عادي اعمل اللي يريحكم يعني. بس كده احط على كل الجوانب اهو. بقت معايا كده كلها متغلفه بالكرافت. الجزء ده بالذات، الحته اللي انا بوريها لكم دي لازم بالذات تتملي بالغيره كويس. الغيره دي هتنشفها، وكمان الكرافت هيخلي القطعه بتاعتنا ناعمه، ولما نيجي ندهنها دلوقتي هيبقى القطعه ناعمه وخلاص ملساء كده. هنجيب بقى الدهان البلاستيك بتاعنا وندهن طبقه باللون الابيض علشان تكون الاساس لاي لون هنحطه بعد كده. لو انت عايزه تدهنيها اصلا باللون الابيض يبقى تعملي طبقه باللون الابيض زي ما انا بعمل كده، وبعد ما تنشف تعملي طبقه تاني باللون الابيض برضو. انا كده بدهنها كلها اهو باللون الابيض. دي البطانه بتاعتي من كل الجوانب بقى، لو عندك زوايا كده ممكن تدخليها بالفرشه صغيره كده. وبعد كده خلاص كده كلها بقت باللون الابيض معايا اهو. انا هدهنها بقى باللون البينك علشان يمشي مع كل الحاجات اللي انا عاملاها قبل كده باللون البينك، علشان ما تبقاش دي مختلفه قوي عنهم يعني، لا تبقى شبههم وكانهم مع بعض يعني. فدهنتها خلاص كده باللون البينك اهو. هاخدها برضو من كل الجوانب، ولو في اي زوايا صغيره هتدخل لها برضو بالفرشه. وبعدين اجيب الورنيش المائي بتاعي وتعملي طبقه من الورنيش المائي على القطعه بتاعتك كلها علشان تخليها عازله لاي ميه تنزل عليها، وكمان تعمل لها من الاتربه، تعمل لها حمايه من الاتربه والحاجات دي، فلو انت عايزه تمسحيها او كده تبقى سهله عليك. خلاص كده انا عملتها كلها بالورنيش المائي ونشفت معايا خلاص. هجيب بقى العليقات دي من عند بتوع الدهانات، الواحده ب3 جنيه ونص. قولوا له عايزه شماعات، منها اشكال كتير، في منها الالوان تانية اللي هو النحاسي والذهبي. طبعا انا عاجبني الفضي، بحسه يعني شكله لطيف كده مع الحاجات اللي بعملها. هجيب مسامير صغيره وابدا اثبت الشماعات دي بالمسامير. على فكره وانتي بتحطي المسامير يعني ما هياش سهله كده ان انت تدخليها ويدوبك تضغطيها بايدك، لازم تعمليها بالمفك، لان خلاص القطعه بتكون نشفت معاكي وبقالها متانه، فلازم يعني ايه هتلاقي المسامير مش سهله كده برضو وانتي بتربطيها. هبدا اثبت كل شماعه بمسمارين كده. هحط المسامير واربطها عادي بالمفك. وكمان انا الجزء اللي في الظهر برضو اللي انا مهتم بيه جدا علشان اتاكد ان قطعتي تخرج متينه وما يبقاش فيها اي عيوب، واتاكد ان هي تستحمل. هاجي على الجزء اللي في الظهر ده واثبته كمان بالمفصلات، مع ان انا شايفه ان هو خلاص بقى متين بس لازم اتاكد برضو، فهثبته بالمفصلات. جبت مفصلات برضو واثبتها عشان يبقى الجنب ماسك في الجزء اللي في الظهر ده، وكمان الجنب التاني برضو هعمله بنفس الطريقه.
هيبقى معايا كده. انا حسيت برضو ان انا عايزه اعمل له تاتش في الاخر كده، فعملت عليه الورود دي بالديكوباج زي نفس الطريقه اللي اتعودنا عليها. وبس كده يبقى ده الشكل النهائي بتاعنا. يا رب يعجبكم، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم الفيديو الجاي. باي.